السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي في الله، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بواحد الوصفة اللي هي صيفية وخفيفة وظريفة، اللي هي عبارة عن هوت دوغ، اللي هو الهوت دوغ ديالنا حنايا. غادي نحتاجو فيه بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير عندي هذا الخبز هذا باكيت فينواغي، غادي نستعملو انا في هاد الباكيت هادو، راه كيجي تا هو يا سلام، ممكن تستعملوه في الخبز ديالو. عندي هنا فخوماج شيدر، عندي الهوت دوغ لي سوسيس، عندي واحد البصله مشلضه ولا مقطعه مصوص صغيورين، الفريت غادي نحتاجو الفريت. بالنسبه للعطريه غنحتاجو البابريكا، الابزار او الملحه، التحميره، البزار، الملحه. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو احبائي في الله لهاد الوصفه ديال اليوم ان شاء الله. خليكم معنا باش ندوزو ديريكتومون لطريقه التحضير، راه ما كتاخذش الوقت بزاف، فيت في يعني. الا كان عندك هاد المكونات هادو ممكن تصوبها في ربشة العين. نمشيو ديريكتومون. باش اول حاجه غادي نديرو هو اننا غادي نحاولوا نصوطيو البصله ديالنا هي الاولى. اخوان، في مقلاة نديروها فوق البوطه تسخن، كنضيفو عليها القليل من الزيت، تقريبا واحد المعلقه كبيره، باش نصوتيو فيها البصله ديالنا. نتركوها تسخن واحد شويه. من بعد اخوان غادي نضيفو عليها البصله ديالنا، غادي نقصو عليها البوطه باش تطيب على مهلها. نغطيو عليها ونخليوها طيب على مهلها احبائي في الله. اخوان دابا غادي نزيدو عليها الملحه والابزار، قليل من الملح والقليل من الابزار. وانا غادي نضيف عليها هاد السودانيه، فلفله هادي كتعجبني كيما ديما. نخلوها تقلى لينا واحد شويه. اخوان كما كتلاحظوا معايا البصله هي طابت، البصله ديالنا هي طابت. غادي نحاولوا نحيدوها. اخوان في نفس المقلاة، يعني مقلاة غادي نستافدو منها، ما غادي نغسلوها ما والو كومسا. غادي نزيدو فيها واحد شويه د الزيت باش نطيبوا هاد الصوصيص ديالنا، الهوت دوغ ديالنا. بالمناسبه الفريته الاخوان غادي نوريكم الفريته انا فين كنطيبها. عندي هاد لا ماشين هادي كنت خديتها، ها هي فريتوز، هادي هي فين كنطيب فيها الفريت، يعني اقتصاديه. الفريت ديالها كتجي على هاد الشكل هذا احبائي في الله. اقتصاديه وما غالياش بزاف وما كتكونسوميش بزاف. هذا ما كان. اخوان بالنسبه لي انا الهوت دوغ ديالي كندير كنحاول نفلحو على هاد الشكل هذا، شي 4 فليحات على هاد الجنب وعلى الجهه الاخرى. كيجيني بحال هكا احبائي في الله. او ميم طون كتدخل ليه الطياب، و ميم طون ملي كنديرو فيه لي صوص كيجيش ناشف من الداخل على هاد الشكل احبائي في الله. دابا احبائي في الله وصلنا لمرحله الطهي ديالو. غادي نطيبوهم بعد ما سخنا الزيت، وغادي نخليهم تيطيبوا احبائي في الله ونرجعوا معكم. وبالنسبه للفريت ديالي احبائي في الله، بعد ما طاب لنا الفريت كناخذ شي مول كيدخل الفران على هذا الشكل هذا، كنسرح فيه الفريت ديالنا على هذا الشكل هذا، وغادي ندير عليه هاد الفرماج ديال الشيدر على هذا الشكل. كتفتك ماشي مشكل، نصرفوه.
وغادي ندخلها للفران واحد بوندون واحد 7 دقائق احبائي في الله. ندخلوها الفران المهم على درجه حراره 160 واحد 7 دقائق بد ما يذوب فيها الفرماج هذا، ونرجعوا معكم باش نشوفوا الدريساج ان شاء الله. اخوان بالنسبه لاصوص اللي غادي نرافق مع البرجر ديال الساندويتش ديالنا، هو الساندويتش ضروري كيمشي بالمطارد. غندير واحد كونتيتي ديال المطارد، غندير فيها واحد شويه البابريكا تحميره، ندير فيها واحد شويه الملح، واحد شويه الابزار، واحد المعلقه تاع الزيت، ونكوي عصفور بنين. وغادي نخلطو المكونات مع بعضياتهم. هذا هو اللي غادي نرافقو مع الساندويتش ديالنا احبائي في الله. هذه هي لاصوص. كما كتلاحظوا معايا كلشي واجد. الفريت بعد ما دخلناه الفران كتجي على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا بعد ما درنا في الفرماج. الصوصيس ديالنا كيجي على هذا الشكل. البصله ومنطو غادي ندير معاهم هاد كريسبي هادي ديال البصله، هادي كدار من فوق الساندويتشات كروكون، كتكال بحال هكا. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بها، نتمنى الصوره تكون واضحه والصوت يكون مسموع وكلشي هو هذاك. غادي نديرو المطارد كيف ما قلت لكم بان هذا الهوت دوغ هذا كيمشي مع المطارد، غيكون حار واحد شويه. بالمناسبه راه زدت فيه واحد شويه الهريسه. غندير البصله، كما كتلاحظوا معايا الفريت، بالنسبه للفريت غادي نديروها حتى هي احبائي في الله. ابخي الفريت ديزولي غادي نديرو واحد المورسو، من بعد فريت افيك فروماج، كتبقى لاصوص احبائي في الله. نديرو فيها انا لي صوص مابقاوش عندي احبائي في الله. المهم هادي كيمشي مع صوص باربيكيو. انا غندير فيها واحد شويه المايونيز، مابقاش عندي هادشي اللي كاين. الساندويتش ديالنا كيمشي على هاد الشكل هذا احبائي في الله كما كتلاحظوا معايا. غادي نكمل الساندويتش ديالي كامل ونرجع معكم خوتي خواتاتي. نسيت ما قلت لكم باللي هاد البصيله هادي كنقدروا نديروها من الفوق، كتجي كروكون بهذا الشكل هذا. هذا هو الساندويتش ديالنا احبائي في الله. اخوان كما كتلاحظوا معنا هذا هو هوت دوغ ديالنا، كيجي على هذا الشكل احبائي في الله. كيوجد بالزربه، متوفر، ما كياخذش بزاف د الوقت. نتمنى ينال الاعجاب اييه ديالكم. دوري الشاف ابتسام. كما كتلاحظوا معايا ما بقى لي نقول لكم غير استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تهلاو في ريوسكم. شاف ابتسام شي كلمه للمتتبعين؟ توحشناكم بزاف. سمحوا لي على هذا الغياب الطويل. الحمد لله كلكم بخير وعلى خير. نتمنى تكونوا كلكم بخير. راه نسونا مابقاوش وتنتمنى منكم وتنطلبكم ديروا جيم ودي كومونتير زوينين بحالكم. تبارك الله عليكم. شكرا بزاف. نتمنى ما نكونوش طولنا عليكم ونهاركم سعيد. السلام عليكم. سعيد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.